ايه رأيك بقى؟ هتعملي الكسكسي في 5 دقايق بس، مش اكتر. ولا هنعمله لا في خلاط ولا في كبة ولا في اي حاجة. وده عمرنا كله واحنا بنشتروه من بره او بنعملوه بطريقة بتقعد معانا بالساعات. يلا نبتدي ونقول بسم الله الرحمن الرحيم. اولا قولوا لي الاول، انتوا بتشوفوني وبتتابعوني من انهي بلد، وتعملوا لي لايك وشير وتكبروا القناة بالتفاعل بتاعكم حتى لو بكلمة عشان يوصل لاكبر عدد من الناس. يلا بينا نبتدي ونقول بسم الله الرحمن الرحيم عشان ان احنا نعمله الكسكسي مع بعض، الاقتصادي اللي هو سهل جدا 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 فوق ما تتخيلوا. اول حاجه عملتيها ايه يا مها؟ جبنا طاسه. اولا لازم نجيب طاسه يا اما تيفال يا اما جرانيت، علشان خاطر نعرف نسوي فيه الكسكسي بتاعنا. جيت ولعت نار تكون متوسطه، ورحت جايبه الطاسه بتاعتنا القمرايه بسم الله ما شاء الله تبارك الرحمن. ورحت جايبه حاطه فيه، انا هعمل 3 كوبايات من الدقيق السميد. احنا هنجيبه دقيق سميد، فانا جبت كل كوبايه عليها معلقه سمنه. فانا جبت 3 كوبايات من 3 معالق من السمنه البلدي. ورحت جايبه 3 كوبايات من دقيق السميد. اول حاجه بنحط السمنه بتاعتنا على النار، يا دوبك بس نفكها، مش اوعي انها تتحرق منك. ونروحوا جايبين حاطين بعد ما فكينا السمنه البلدي الامارات بتاعتنا، نجيبوا 3 كوبايات من دقيق السميد. هتروحي عند الراجل وتقولي له عايزه دقيق سميد، هيديكي دقيق سميد ماشي، معلوش اي اضافات تانية. بعد كده بتعملي ايه معاها؟ هنقعدوا بقى ايه، نقلبوا الدقيق السميد بتاعنا في قلب السمنه البلد الامارات بتاعتنا. هنخلوا الدقيق يشرب السمنه ويبقى عامل معانا زي حبات الرمله. يعني هنقعدوا نقلبوا فيها بالراحه. والله ما بتاخدش يعني معايا، والله ما خدت معايا 7 دقايق على النار. انا قبل ما اعملها يا جماعه قدام منكم، انا جربتها امبارح بالليل. انا قلت دي طالعه ترند والناس كلها عماله تعملها على اليوتيوب، فانا قلت اجربها مش هخسر حاجه. فجربتها بالليل وقسما بالله انا عيالي واحفادي كلوها وما كانوش مصدقين ان انا عاملاها على النار، وما خدتش مني وقت ولا مجهود زي ما كنا بنعملوها زمان. خلاص ماشي كده اوكي. ادي اهو قلبنا الدقيق في السمنه لحد ما خليناه يتشرب السمنه كلها. بس اهم تكايه بقى بنعملوها، بنكونوا غاليين الميه. ال3 كوبايات من الدقيق السميد عليهم 3 معالق من السمنه، عليهم 3 كوبايات ميه مغليه. انا حطيت الميه هنا قدام منكم، 3 كوبايات ميه مغليه. بس المهم ان انت وانت لما تحطي الميه على طول تقلبي. جماعه انا بصراحه ربنا لما لقيتها عجينه كده قدام مني انا خفت بصراحه، قلت يبقى هي باظت مني. بس بعد 5 دقايق من التقليب المستمر ده لقيتها بتفلفل معايا، وان الدقيق بقى يزيد وينفش معايا زي ما احنا ما بنجيبوه من بره. والله زي ما بقول لكم كده، كانت امي ربنا يمسها بالخير كانت لما تيجي تعمل لنا الكسكسي ده كانت تجيب بقى حله البخار وتجيب الشاشه، وكان موال 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 يعني. فبعد ما عملتها اهو بصوا بسم الله ما شاء الله تبارك الرحمن، زاد بسم الله ما شاء الله اهي الحبايه بتنفش وبتزيد معايا. طبعا انا قعدت اقلب لمده 5 دقايق على طول على طول لحد ما بعد ما كانت حته عجينه زي ما شفتوها كده في الاول، بصيت لقيتها بقت ايه، بقت تسيب من بعضها وتعمل زي حبات الرمله تاني. وهي زي ما انتم شايفين جميله وتحفه وما فيهاش اي حاجه. وبعد ما عملتها رحت جايبه بقى الزبيب وجوز الهند والسكر بتاعي، ورحت عاملاها طبق زي ما انتم شايفين كده. احلى كسكسي تاكلوه في الدنيا. ودي كانت وصفتي النهارده من مطبخ منوعات ماما مها، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.